وقع المغرب وجنوب السودان 9 اتفاقيات تعاون في مجالات عديدة، وذلك في أول زيارة يقوم بها ملك المغرب محمد السادس لجبن. ومن أبرز الاتفاقيات الموقعة اتفاقية تساعد بموجبه الرباط جوبا على بناء عاصمة جديدة. وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد في حفل التوقيع على الاتفاقيات إن بلاده ملتزمة في إطار التعاون بين دول الجنوب بتقاسم تجربته مع جنوب السودان في مجال التعمير لبناء عاصمة جديدة لجنوب السودان. وأضاف حصاد أن الرباط وافقت على تمويل دراسات الجدوى التقنية والمالية لمشروع العاصمة الجديدة لجنوب السودان بقيمة 5.1 ملايين دولار، وقد أطلق على هذه العاصمة اسم رامسيل وتقع في وسط البلاد. مشروع العاصمة وسيكلف مشروع العاصمة الجديدة 10 مليارات دولار على مدى 20 سنة، وستشرف على المشروع شركة العمران التابعة للحكومة المغربية. وقد شكل البلدان لجنة لمتابعة المشروع ستجتمع مرتين على الأقل في السنة. وتأتي زيارة ملك المغرب لجبن بعد يومين من موافقة قادة الاتحاد الأفريقي في قمتهم المنعقدة بإثيوبيا على طلب الرباط العودة إلى الاتحاد بعد 33 سنة على انسحابها من المنظمة القارية. وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الاتفاقيات الموقعة بين الرباط وجبن شملت مجالات الخارجية وتشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي ومحاربة التهريب الضريبي، فضلا عن مجالات الفلاحة والصناعة والمعادن والتدريب المهني. وقبل توقيع هذه الاتفاقيات أجرى رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت مباحثات مع ملك المغرب في القصر الرئاسي في جوبة. يشار إلى أن محمد السادس زار 6 دول أفريقية وهي رواندا وتنزانيا والسنغال وأثيوبيا ومدغشقر ونيجيريا.